ما عرفتش شحال كنت تقرر حياتي. اه هاد الكاميرا احسن واحد بان لي انا. ها احسن واحد. اسمه تابع عند السي عبد الرحيم هاد القرار. ها الطابا ديالو اسمه تابع والله ما عرفتش. تركس. ما يا شور تركس. لايف. تركس. شي امريكان. I know I like it too much before. yeah I understand. بارك الله. اخوان الواد راه يا سلام مازال راه بعيد، ما اللي خص يمشي للكونطرا تشوف الكبير. راه كاين هاد الجهه اللي كتشوفوا هادي، وكاين هاديك الوسط هي اللي عامره بزاف كبير الواد، وكاين من القاط من اللي كاع ديال القنطره من لهيه تفوت هذه القنطره. كاين واحد الجهه اخرى من بعد القنطره كاين واد اخر، هذا سميتو واد سوس. اكبر واد في المغرب هو واد سوس، معروف. كان زمان كان دائم، حاليا كيجي موسمي مع الامطار. من اكبر وديان في المغرب هي واد سوس. هذا كيكب في بحر اكادير. كيكب في بحر اكادير هذا، شوف ما شاء الله. ولكن الامطار غزيره ومازال كاينه امطار. وهذا الخوت راه بشره خير، بشره خير على المغاربه وجهه سوس خاصه، لان سوس هي الصعب كيطيح فيها الشتاء قليله. نهار كطيح الشتاء في سوس بان العام كيكون، كيقولوا العام زينه البنات، يقولوا العام زينه المغاربه. ملي كيكون طيح الشتاء في سوس عرفوا بان العام زين في المغرب، لان جهه معروفه فلاحيه وكتحتاج الفرشه المائيه ديالها كتحتاج الماء بزاف. فالحمد لله هذه خيرات. واخا البعض تيقول كيخافوا كيقولوا هذا الواد خلعنا وبزاف وكثير، ولكن بالعكس هذا راه كيعمر السدود. الفرشه المائيه الابارات اللي كيسقيو بهم الناس، ما هنا عارفين كل الفوارم هنايا ولا السيرات، الناس بزاف تيخدموها في فلاحه معروفه، كل منطقه فلاحيه سوس. فالفلاح راه فرحان جد فرحان الحمد لله. فهذا خير، خير الله سبحانه وتعالى في بلادنا. ها هم ولاد فرنسا يتعلمون حتى بالامطار. ولاد فرنسا الاخوان عرفتوا شنو قالوا؟ طلعوا ها هم خرج فيكم ربي، اعطاكم فيضان، اعطاكم كذا. ما عرفوش بان احنا المغاربه فرحانين بهذا الشيء، وكنامنوا بقدر الله. اذا جاب الله شي حاجه شي قدر ودار شي حاجه فاهلا وسهلا. لكن احنا هادشي كنفتخروا به، لان هادشي شفناه وحنا صغار، شفنا هادشي ايامات الخير. هادشي كيخلي بصمات خير وراه. هاد الواد هذا اللي كتشوفوا راه خيرات، راه الملايير كتمشى دابا. شتي هادشي اللي كتشوفوه راه ملايير، ملايير ديال الفلوس. هادي شنو هي الملايير؟ الملايير نعم ديال الخيرات، لان هادشي كيخلي موراه يا سلام. وخصني نصور لكم الاخوان هذاك اللي لهيه، ولكن راه بعيد شي شويه. راه كندير الزوم، شوفوا دار البعد هنا. خصني نمشي لهيه نصور لكم. الشباب هابطين. تعوموا ولا تعوموا؟ تعوموا. احنا بال. يا راك تكذب على روحك. شوف لبدها وهذاك مروان الجزائر لبدها وكمدها وتسنى طلع ضامك. وشوف خيرات الله سبحانه وتعالى نعم علينا. بلاد الخير 2021 ما عمر ما تنسى لينا، بالنجاحات الدبلوماسيه وبالخيرات وبالاستثمارات الهائله اللي جايه للمغرب من جميع المجالات بجميع القطاعات. اللي المغرب غادي يتحول واحد التحول اللي ما عمر شي دوله عرفاته في حياتها. واحد التحول اللي هو سريع جدا. داك الشيء اللي كان الملك محمد السادس كيجهزوا لهذه السنوات كلها، والحمد لله في هذا العام 2021 تشوفوا جميع الخيرات وتشوفوا الاستثمارات وتشوفوا الاعمال وتشوفوا الوظائف المزرزره اللي غتكون في المغرب. اخوان تذكروا هذا الكلام اللي كنقول لكم، تشوفوا الوظائف اللي غتولي في جميع المجالات كاع اللي في التكوين المهني في اي ميدان في اي مجال غادي يحصل الخدمه ديالو في 2021 ان شاء الله، 2022 2023. فالثلاث سنوات اللي هي هائله بالاستثمارات في المغرب. من وعاود ثاني على النفق اللي غادي يكون ما بين المغرب وجبل طارق. اللي
اللي كانت اسبانيا مده 40 سنه وهي مع المغرب. اسبانيا مع المغرب كيتفقوا باش يديروا داك النفق، لكن ما صدقش. لكن بريطانيا ملي خرجت من الاتحاد الاوروبي حاليا اتفقت مع المغرب باش يديروا داك النفق، وكاين مهندس داك السويسري اللي هندس داك الشيء، وان شاء الله قريبا غادي ينطلق الاعمال في داك الشيء، وتشوفوا المغرب فين غادي يوصل للقمه. ولما لا المغرب في من لائحه الدول المتقدمه مستقبلا وقريبا، ماشي بعيدا في عهد محمد السادس. فتفاءلوا بالخير، فالمغاربه دائما فرحوا ودعوا ربي سبحانه وتعالى دائما للخير، لان حسادنا كثروا في الجيران ديالنا حساد، وداك الحسد ديالهم رجع كله على ظهرهم، انقلب السحر على الساحر. فالمغرب الحمد لله غادي. اسبانيا اخذت زومليليا مقابل درجه هوائيه، والمغرب بعد فلسطين بتغريده هوائيه. والكلام الكلام ديال البوتفليقوس، هذا كلام ديال البوتفليقوس. انتوما راه هذا هو عيبكم، ديما هكا المعيور وكتبقاو تشمتوا وتضحكوا هكاك، ولكن حنا القافله تسير الكلاب وتنبح. بحال هكا الدبلوماسيه المغربيه باش تعيق وتحل ودنيك مزيان، راه هكا باش حتى الرؤساء ديالكم والحكومه ديالكم هكا باش خسرت حياتها كلها وجوعاتكم تضحتوا وليتوا مهزاله قدام العالم. لان المغرب خدام وانتم كتبقاو تقولوا واش على بالك شي بلاد تباع بدرجه هوائيه؟ واش من تاريخ قريتيها؟ هذه نكته وصدقتوها، لحقاش نتوما شعب ديال النكت، شعب ديال النكته، شعب ديال البوتفليقوس، شعب ديال التبون، شعب ديال بوخروبه، شعب المكلخ، شعب ديال اشرف عقل. اكيد اش غادي نشرح لك؟ انا حمق، انا نجي نشرح لك نقول لك لا، بحال شي دراري مغاربه مشاو داروا تقارير لا هاد الدرجه الهوائيه راه غير ضحكوا ونكتوا ويشرحوا لكم. لا ما نشرحش لك، خليك انا كنبغي نعيقك، انا كنبغي نفيقك، خليك انا في الدمدومه. ولكن شوف الحقيقه، انا نفقسكها بالحقيقه، انا ما نفقسكش بالنكات والكذبه ونقول لك شي حاجه كذبه. لا، غادي نحط لك انا الادله ونحط لك شي حاجه حقيقه. هكا كيمشي المغرب، المغرب واقعي، المغرب ما كيهضرش بالخوا الخاوي، المغرب ما كيهاجمش هكاك، ما كيهاجمش الدول، ما كيهاجمش المسلمين. ولكن خليكم هكاك، وحنا ما شاء الله في قنطرة واد سوس، الدولة الوحيدة في افريقيا بعد فلسطين والمروك. يا السي الحماري، لان الحمار نقول له السي حماري، لا الحمار حمار واحد جميل، حمار كيخدام احسن من الجزائري، حمار افضل من الجزائري، لان الحمار كيخدام وكيصور رزقو وكيخدم على وليداتو وكيخدم على عائلته. حمار. اما نتوما غير كتنبحوا، لا غير شي حاجه اخرى ما كايناش، كاين شي حاجه اخرى غير النبيح. حطوا لي شي حاجه على الطاوله. بلاتي نجاوبوا شنو قال هذاك. الحمد لله على نعمه المغرب احسن من الجزائر بدون منازع، عادي لا فرق. بدون الدوله الوحيده في افريقيا بعد قال لك فلسطين والمروك. وفلسطين يا الحماري، وسير هضر مع الاردن، هضر مع الامارات، هضر مع الاردن اللي عايشه فيها 90% ديال الفلسطينيين. 90% من الشعب الاردني، الشعب الاردني اصلا قليل، و90% ديالو فلسطيني. 90% ديال الفلسطينيين اردنيين وما هضروش وما تكلموش. والاردن طبعات، المملكه الهاشميه طبعات مع اسرائيل قبل المغرب وما هضرتوش عليها. ولكن المغرب علاش؟ خبار فراسك، غير هذه بركه كاع. شوف، والدوله ديالك نعادها ونقولها ونكررها، راه عندها، راه طالبه 23 مليار يورو او دولار باش تبيع الشعب الفلسطيني. قالك حنا ما نطبعوش فابور، بغينا نطبعوا بالفلوس. شي ضحكه عليها هيستيريا. بارك الله عليك خويا عبد الرحمن، تبارك الله خويا حمزه ميمي تي في، اهلا وسهلا. تبارك الله على محمد من طنجه. عندي واحد الصديق هنا من طنجه تبارك الله عليه، جاي من طنجه، جاي على تارودانت. غادي نمشي نصور لكم الخوت، غادي نقطع هذا اللايف، ولا تبقاو هنا تابعوني حتى نوصل فوق القنطره. يلا خليكم معايا.
خليكم معايا. محمد يلا نمشيو نتحركوا ليه ولا ترتاح هنا؟ اوكي انا نمشي الفوق سميتو. نمشي نصور لكم القنطره من ليه. المهم ندردشو دابا نشدو في دوك الفقاقير اللي ما وصلنا. سمحوا لي نتحرك التليفون مع كنجري. راه كيقلبوا الاخوان هاد الخزائر، هاد الدولة الشموتية، هاد الكلاب راه كيقلبوها فين يشمتوا في المغرب. كيقلبوها فين يشمتوا في المغرب. انا اقسم لكم بالله العلي العظيم وكنحلف بشان عظيم الى والناس اللي متبعيني الى دائما كنتعاطف مع الشعب الجزائري ودائما تنقول راه ماشي ضد الجزائر، ولكن ملي كنشوف هاد الايام اللي كنشوف عرفتي الهجومات اللي كيديروا القنوات ديالهم والصحافه الاعلام ديالهم من الرؤساء من الوزراء من كل شيء، ورا ما كيحشموش، ورا الحماق يجبدوا عليك فيما ينوضوا المخدرات السياحه الجنسيه ما عندهم ما يقولوا مخدرات السياحه الجنسيه. واش انت بوك قادر عليها نتايا كما خلاها واحد؟ عندكم الجنس وما عندكم السياحه، هذا هو المشكل. حنا عندنا السياحه والجنسيه، الجنسيه المغربيه القحه التي نفتخر بها. اش عند بوكم؟ كنعتذر بزاف المتتبعين ديالي، كنعتذر منهم بزاف لان كنبقى نخرج بعض المرات بشي الفاظ ماشي ديالي، ولكن هاد الاشكال وهاد الانواع هاد الشيء اللي خصهم. اخوان اقطع عليكم هاد اللايف باش نبدا لكم واحد اللايف اللي هو خطير جدا. جيت المكان الزوين، خلوني باش نعاودو ولا نخليه؟ اش بان لكم؟ صبروا معايا حتى نوصل. كيبان لكم ها مداير الزوم، راه بعيد عليا هاد الواد، ها مداير له الزوم ما شاء الله. شوف اش قلت لكم انا فلاحه. شوفوا الفوارم، شوفوا هذاك الشيء كلشي فيرمات، مال السيارات تما الفوارم على حد الشوف ما شاء الله. شوف الواد فين واصل، شوفوا الخير. طاب ما كاين والو، واخا انا نعاودو من جديد.